بيكم في فيديو ستادي with روان. النهاردة هشرح أول درس في الفصل الثاني. بيتكلم الفصل الثاني عن المجالات المغناطيسية. فأول حاجة هشرح المغناطيس. كل مغناطيس بيبقى مهما اختلف شكله بيبقى ليه قطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. N اختصار نورث شمال، وS اختصار ساوث يعني جنوب. كل مغناطيس ليه قوة، والقوة دي اسمها المجال المغناطيسي. بتبقى على هيئة خطوط فيض وهمية كده، يعني مش حقيقية. المجال بتاعنا بيبقى متجه، أو الخطوط متجهة من الشمال، القطب الشمالي للقطب الجنوبي بالاتجاه ده، وبتتمركز عند نهاية القطبين كده. المغناطيس، أي مغناطيس لو جبناه وكسرناه أكتر من قطعة، أي قطعة هيبقى فيها القطبين دول، يعني مش هينفع يبقى فيها قطب واحد. دلوقتي هندخل على أول مصطلح عندنا، الفيض المغناطيسي، رمزه فاي ام. الفيض المغناطيسي هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي الساقطة عموديا على مساحة معينة. يعني عدد الخطوط اللي ساقطة على مساحة معينة اهو. هنا مش هنحسب الخطوط دي كلها، لا، هنحسب الخطوط اللي داخل المساحة بتاعتنا بس. ومكتوب كمان عموديا عليها، يعني نازلة بزاوية عمودية كده. طيب لو هي مش عمودية نعمل ايه؟ لو مائلة مثلا بالزاوية دي، كل خط مائل كده بيبقى ليه مركبة رأسية وعمودية. احنا هنجيب المركبة الرأسية اللي هتبقى عمودية على وحدة على المساحة بتاعتنا من قانون ساين الزاوية اللي الخيط مائل بيها على المساحة. ماشي، دلوقتي هندخل على التعريف التاني. كثافة الفيض المغناطيسي. طبعا الفيض المغناطيسي وحدة القياس بتاعته ويبر. عندنا كثافة الفيض المغناطيسي رمزها B، وحدة القياس بتاعتها تسلا. كثافة الفيض هي عدد خطوط الفيض الساقطة عموديا على وحدة المساحات، يعني عدد الخطوط الساقطة على 1 متر أس 2 على مساحة صغيرة. طبعا احنا نقدر نربط التعريفين دول ببعض دلوقتي بقانون. مثلا مساحة كثافة الفيض هي الجزء الصغير ده، هي 1 متر أس 2، ومساحة الفيض المغناطيسي هي كل الصفحة دي. فاحنا عايزين نربط الاتنين ببعض. دلوقتي هنجيب كثافة الفيض المغناطيسي زي كده، الخطوط الداخلة اهي على وحدة المساحات طلعت برقم، فهنضرب الرقم ده في المساحة اللي عندنا كلها، هتدينا الفيض المغناطيسي. بدل ما نحسب عدد كل الخطوط اللي داخلة على المساحة الكبيرة دي، هنحسب الخطوط اللي داخلة على المساحة الصغيرة دي، هتبقى اسمها كثافة الفيض. هنضربها في المساحة الكلية اللي عندنا، هتدينا الفيض المغناطيسي. وده القانون اللي استنتجناه اهو. الفيض بيساوي كثافة الفيض في المساحة في ساين الزاوية. ساين الزاوية دي عشان زي ما قلنا لو الزاوية مائلة على المساحة كده نجيب المركبة الرأسية بتاعتها، فحتى لو هي مش مائلة نحط ساين 90 برضو هتطلع بواحد، فكأننا ما حطيناهاش أصلا. زي ما قلنا هنا القيمة العظمى لما تبقى عمودية، قيمة الفيض العظمى لما تبقى الخط عمودي على المساحة كده. لو الخط مائل بزاوية 30 هيبقى الفيض المغناطيسي عندنا بنصف القيمة، لأن الساين 30 بيساوي نص. ولو خيوط الفيض كده موازية للمساحة، يعني مش هتعدي عليها أصلا، لأ مش هتعدي عليها، هتبقى بساين صفر. ساين صفر يعني بتساوي صفر، يبقى هتنعدم عندنا قيمة الفيض المغناطيسي. عندنا هنا أفكار للمسائل. ممكن يجيب خطوط فيض عمودية على المساحة، ويقول لي إن الخط ده مال بزاوية كذا. لو قال لي مع عقارب الساعة هيتحرك كده، هتبقى عملية طرح. هنطرح 90 ناقص الزاوية اللي مالت، هيدينا الزاوية الجديدة. هو ده القانون. وهنا لو قال لي عكس عقارب الساعة كده، 90 على المساحة بزاوية 90 هيميل بزاوية معينة عكس عقارب الساعة. بقى كان 90 مال بزاوية معينة، الزاوية هتزيد، يبقى هنجمع الزاويتين 90 والزاوية اللي مال بيها هيدينا الزاوية الجديدة. تاني حاجة هندخل على تجربة أورستيد، تجربة البوصلة والسلك اللي مر بيه تيار. العالم هنا جاب بوصلة وقرب لها سلك فيه تيار
يمر به تيار، فلاحظ ان البوصلة السهم بتاعها اتحرك، وبعدين قطع الكهرباء عن السلك فلم يمر تيار، فبعدين السهم بتاع البوصلة رجع زي ما كان. فالعالم استنتج انه عند مرور تيار ينشأ مجال مغناطيسي. المجال ده اتأثرت بيه الإبرة واتحركت، والمجال ده بيختلف باختلاف شكل الموصل. فعندنا 3 أشكال. أول شكل سلك مستقيم، وده اللي هندرسه النهاردة. تاني حاجة ملف دائري وملف لولبي. هندرس عن السلك المستقيم شكل المجال واتجاه المجال بتاعه والعوامل اللي هتأثر على المجال والقانون والمسائل. أول حاجة شكل المجال. أول حاجة جبنا تيار طالع كده وحطينا حواليه ورقة وحطينا عليها برادة حديد. فزي ما انتوا شايفين برادة الحديد اتجمعت حوالين السلك كده لما مر به تيار، اتجمعت حواليه على شكل دوائر تتقارب قريب من السلك، بتبقى لازقة زحمة قريب من السلك، وتبعد تبعد تبعد كل ما بعدنا عن السلك. وكمان زودنا شدة التيار في السلك، فزادت كثافة الخطوط، يعني الخطوط زادت حوالين السلك. عندنا هنا العوامل اللي يتوقف عليها تغير المجال المغناطيسي. قلنا شدة التيار والبعد بين محور السلك والخطوط الفيض. قلنا لما زودنا شدة التيار زادت عدد خطوط الفيض، فبالتالي زادت كثافة الفيض، يبقى العلاقة بينهم طردية. ولما زودنا البعد بين محور السلك وخطوط الفيض، بعدنا عن السلك، لاحظنا ان خطوط الفيض بتبعد عن بعض، يعني كثافة الفيض بتقل، يبقى العلاقة بينهم عكسية. تالت حاجة دخلنا على اتجاه المجال. دي بنستخدم لها قاعدة اليد اليمنى، متنسوش استخدموا ايديكم اليمين. الابهام هنا بيمثل اتجاه التيار، لو السلك طالع او السلك نازل. السلك عمودي على الصفحة، طالع بره الصفحة، عمودي على الصفحة، داخل. بنستخدم الابهام لاتجاه التيار، وباقي الاصابع لاتجاه المجال المغناطيسي. لو التيار خارج من الصفحة كده، اتجاهه يبقى كده زي ما انا عاملة هنا، واتجاهه داخل يبقى اتجاهه كده زي ما انا برضو رسمه هنا. فداخل الصفحة داخل رمزها اكس، خارج رمزها نقطة، برضو زي ما انا رسمه هنا. هنا يمين الصفحة التيار طالع لفوق، يمين الصفحة داخل المجال المغناطيسي داخل، رسمنا اكس. يسار الصفحة خارج، رسمنا النقطة. دي بتدل على ان المجال المغناطيسي خارج. طيب دلوقتي عندنا ممكن يبقى فيه سلكين بنفس الاتجاه، نفس اتجاه التيار، والسلكين عكس اتجاه التيار. هنا لو الاتنين بنفس الاتجاه بتطبيق قاعدة اليد اليمنى، هنلاحظ انه في المنتصف في المجال خارج، وفي المنتصف برضو مجال السلك ده داخل. بقى عندنا داخل وخارج، يبقى عشان نجيب كثافة الفيض في المنتصف هنطرح كثافة الفيض بتاعة السلكين، طرح في المنتصف. في خارج السلك يمين وشمال هنجمع لأنه نفس الاتجاه. هنا تيار لفوق وتيار لتحت، تطبيق قاعدة اليد اليمنى، داخل داخل يمين، خارج شمال، ولتحت داخل شمال، خارج يمين. في منتصف بين السلكين المتضادين الاتجاه هنجمع عشان نجيب كثافة الفيض. هنجمع لأن الاتنين خارجين، ويمين السلك ويسار السلك الاتنين. هنا السلك ده مجاله خارج هنا وهنا، السلك ده برضو مجاله خارج هنا وهنا. يبقى هنا في اتجاهين متضادين هنطرح، وهنا برضو هنطرح، يبقى تيارين سلكين عكس الاتجاه في المنتصف هنجمع، وبره هنطرح. سلكين نفس الاتجاه في المنتصف هنطرح، وبره نجمع. بعدين دخلنا على قانون كثافة الفيض. عندنا قلنا كثافة الفيض طردية مع شدة التيار وعكسية مع البعد عن محور السلك. يبقى كده القانون هو كثافة الفيض بتساوي ثابت في الاي على الدي. فالثابت عندنا هو الميو، دي أول مرة ندرسها.
هي النفاذية المغناطيسية، يعني قابلية الوسط على نفاذ الفيض المغناطيسي خلاله. يعني مثلا الميو دي لو المجال المغناطيسي في الرملة هيبقى نفاذيته غير في المية، نفاذيته غير الهواء، فالميو ده بتتغير على حسب الوسط اللي احنا فيه. عندنا هنا ميو الهواء بيساوي 4 باي في 10 أس سالب 7، فبالتالي قانون كثافة الفيض في الهواء بالتعويض عن الرقم ده 4 تروح مع الاتنين والباي هتروح مع الباي، هيبقى عندنا 2 في 10 أس سالب 7 في اي على دي. ده قانون كثافة الفيض للهواء. وبس. لو عجبكم شرحي اكتبولي تعليق حلو. مع السلامة.